قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. حوارات مهمة في نصح الأم. أخي وحبيبي في الله، هذا الالتزام أن أعفيت لحيتك، قصرت ثوبك، تركت المعاصي، أقبلت على الله، سمعت المشايخ. هل هذا التزام يوصل إلى الجنة وتنصر به الأمة، أم ما زال الالتزام مجوفا مهوشا مجرد مظاهر؟ من الالتزام إعفاء اللحية وتقصير الثياب، نعم، ولكن هذا هو الشكل، وتلك هي الراية التي لا يصلح زحف الجيش إلا بها. فالناس تتعلق أبصارهم بالراية، فإذا سقطت الراية علموا أن القائد سقط، لذلك كانوا حريصين جد الحرص على ألا تسقط الراية. حوارات مهمة في نصح الأم. لأنني أختزل الخلل كله في قضية التربية. نعم، في قضية التربية أم في غياب المربي؟ لا يمكن أن تنفصل التربية عن المربي. جميل. فالشاهد الآن الشاب اللي عايز الشيخ أبو إسحاق يربيه، الشيخ محمد حسن يربيه، وإن ما كانش كده مش هيتربى، عمره ما هيتربى. أنا أود أن أبين لأحبابنا أن خللا ما وقع في هذه الجزئية أيضا. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي الأمة بنفسه واحدا نعم. أو فردا فردا، نعم. وإنما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيل القرآني الكريم. حوارات مهمة في نصح الأم. أنه لابد أن يثبت في مكان واحد بخلاف المعلم. صحيح. يعني مثلا النهاردة لما يكون أنا سأذهب إلى بعض المحافظات لألقي محاضرة، نعم. المحاضرة دي ممكن تكون عن موضوع معين، وكان المستمع جاهلا به، بعد المحاضرة صار عالما به. أنا أستطيع أن أنا أعلم في تجوالي، لكن لا أستطيع أن أربي. التربية لابد أن يكون ثابتا في مكان واحد. حوارات مهمة في نصح الأم. والله أنا أرى أنه يجب ابتداء على إخواننا وأحبابنا أن يحرص كل واحد منهم على أن يربي نفسه الآن بنفسه من خلال التعب بنفسه، التربية الذاتية. بنفسه، لأنه لن يجد الوقت الكافي عند مشايخه الذين يحبهم ليجلس بين أيديهم وليتربى على أيديهم. لكن أقول لو ربى نفسه بنفسه ابتداء، أولا بأن يتعبد لله تبارك وتعالى وأن يحرص على هذا الجانب، لأن هذا الجانب أنا أراه الآن في ظل هذا الواقع بعيدا عن التنظير من أعظم الأسباب التي تربي النفس وتصفي وتزكي النفس. العبادات. يعني دعك من أن يأتي الشاب وأن يجري وراء المشايخ هنا وهناك وهنالك، وإن بحثت عنه في الليل لن تجده بين هؤلاء الأفاضل القائمين الساجدين. إن بحثت عنه في الطلب بهمة عالية صادقة لن تجده، وإنما تراه ربما يبحث عن كلمة هنا أو كلمة هنالك ليتأسد بها على. عايزين ندور على الشاب اللي بيصوم الاثنين والخميس فرض زي رمضان. نعم. قيام الليل كل ليلة. نعم. وإذا فاته قضاه في النهار. نعم. إنه لسانه لهج بذكر الله. إنه له ختمة كل أسبوع زي ما كان الصحابة له ختمة. جميل. هذا هو المنهج. منهج التربوي. حوارات مهمة في نصح الأم. أنا عايز أسأل الشيخ كيف نجا؟ كيف نجا أبو إسحاق؟ نسأل الله النجاة. نسأل الله النجاة. آمين. والحقيقة يعني طبعا أصل الشباب يا شيخنا، أنا آسف للمقاطعة، بس بيقولوا المشايخ دول دراويش ما يعرفوش اللي احنا فيه. أنا عايز أقول لهم المشايخ عدوا باللي انتوا فيه وشافوا اللي انتوا فيه، وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ونجاهم، بس الشباب عايزين يسمعوا. طب أنت عملت إيه؟ والحقيقة بالنسبة لتجربتي في الكلية، نعم، طبعا كما أنت قلت أتينا من الريف، والريف كان له أصالة قديمة. الحياء الأصيل كان موجودا، يعني أتينا إلى المدينة وعندنا رداء الحياء. كيف نجوا؟ بما نجاك الله؟ بفضله ثم بالقرآن والدعوة. ما شاء الله. يعني أنا لازلت أذكر بفضل الله تبارك وتعالى أنني كنت أمر على أحبابنا لأوقظهم حجرة حجرة لصلاة الفجر. حوارات مهمة في نصح الأم.
الشباب دايما ذبحنا، انتوا عمالين تقولوا بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، والوالدين هم السد اللي بيننا وبين الدين. يعني ما تلتحيش، لا ما تنتقبيش، لا ما تروحش المساجد، لا ما تقعدش تقرا تذاكر، لا ما تسمعش الصلايط، لا بطل الناس اللي تعرفهم دول هيودوك في داهيه. كيف النجاح في هذه المسائل؟ والله أنا بعتقد أن من حمل شعار الدعوة على الأقل فيما يتعلق بالشكل لابد أن يكون متلبسا بخلق الإسلام. قبل أن نلوم الوالدين بنلوم الشباب الذي عندما يتلبس بالدعوة وتلبس بالالتزام لم يحسن عرض القضية. يعني ممكن يبقى حسن الخلق قبل أن يلتزم، قبل أن يلتحي، عشان لأن كلمة التزام كلمة كبيرة مش هنختصرها مش هنختصرها في اللحية، لكن على الأقل الشعار. يعني أول ما بيلتزم بيعفي لحيته ويقصر ثيابه، بعدين بيبقى غليظ. الغلظ ده سببه الجهل، بيضرب لخمة في المواقف كيف يتصرف. يعني مش عايز أقول أنه يعني يعاند والديه معاندة يريد أن يعاند، لا، ضارب لخمة، شايف أن في معصية ولا يريد أن يتلبس بالمعصية، وهما يدعوانه للجلوس مثلا أمام التلفزيون في فيلم أو الكلام ده، فمش عايز يقعد، وفي نفس الوقت ضارب لخمة مش عارف يتصرف إزاي، واخد بالك، ضاق عطنه فيسيء. لكن هو الحقيقة إذا الشاب أحسن معاملة وصبر عليه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده معنى جاهداك، يعني كل ما يشوفك يدعوك إلى الكفر. جاهداك وبعدين يضغط عليك، وبعدين ممكن يحدفك بره، وبعدين ممكن يمنع عنك المصروف. ليه؟ لتكفر. ومع ذلك يعمل إيه؟ قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهناك كلمة جميلة قالها الحكيم الترمذي، قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. حوارات مهمة في نصح الأم. هل أستطيع أن أقول أن الالتزام بيمر بمراحل الإنسان؟ طفولة، ثم يعني نقول عليه غلمة، ثم شباب، ثم كهولة، ثم نضج. يعني هل فعلا الالتزام بالدين بيمر بتلك المراحل؟ إذا كان كده إمتى هينضج الشباب؟ أنا أوافقك على هذا التطور في حقيقة الالتزام. ولا شك ولا ريب أننا جميعا مررنا بهذه المراحل. والله. يعني الالتزام بالفعل يتطور بتطور الإنسان من الناحية العلمية والعملية. يعني أقول مررنا جميعا بهذه المراحل الحماسية المتأججة في أول بدايات الالتزام، وربما كان يرى أحدنا أن الالتزام الحقيقي لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا أي ضوابط. والسبب في ذلك أننا كنا لا نعرف شيئا عن الدليل ولا عن مراتب الدليل ولا عن مناطات الدليل. المهم أنني أود أن أخدم ديني بحماس زائد فوار. فكان يوقعنا هذا الحماس في كثير من الأخطاء الحقيقية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الأدلة القرآنية والنبوية. لكن أقول يعني من فضل الله عز وجل على شبابنا الآن أن من الله تبارك وتعالى عليهم بالتأصيل العلمي. من مراهقة الالتزام إن احنا نلاقي داعية أو أخ ما تسمعش فلان ما تسمعش فلان وما تسمعش فلان وما تسمعش فلان، وعايز يبقى هو يسمع لوحده. ولا توجه حضرتك ايه في المسألة دي؟ يعني هذا له سببان من وجهة نظري. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى. أريد أن أضيف إلى ما قاله أبو أحمد حفظه الله واقعة حدثت لسفيان بن عيينة في هذه المسألة تحديدا. طبعا سفيان بن عيينة قدره معروف يعني. يقول عباس بن عبد الله الترقفي دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في المجلس، قال أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا نعم. قال ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا مات. فقال أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا نعم. قال ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا مات. قال أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا مات. قال أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. قال أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يعني يرى أنه من الشقاء أن يكون وحيدا، لأن وجود إخوانه نصر له على الحقيقة. النصر. فالذين يخذلون عن المشايخ وعن أهل العلم
لا يعرفون حقيقة أنفسهم. أنا أرى كما قال الشيخ أبو أحمد أن الكبر واتباع الهوى هو أحد أهم الأسباب الرئيسة التي جعلت فلانا يقول أنا هنا والباقي لا. أتذكر كلاما نفيسا جدا الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ومن نفيس ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فلا ينبغي لشبابنا أن يتشرذموا وأن يتهارجوا وأن يتفرقوا بسبب هذه الدعاوى الباطلة التي يغني بطلانه عن إبطالها. ثم لا ينبغي يا أخي لمجرد أن تسمع من رجل أنت تراه منسوبا إلى العلم، لا ينبغي لمجرد أن تسمع منه جرحا في فلان أن تجرح فلانا دون أن تسمع فلانا هذا، أو أن تسمع منه عن الله وعن رسوله. ثم ما هذا الذي خالف فيه هذا الشيخ الفلاني المجروح أو المجرح؟ ما الذي خالف فيه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ ثم تبقى النصيحة كما تفضلت. هب أنني خالفت وزللت في مسألة، انتهى زمن العصمة. طب ده احنا في زمن قل فيه العلماء الربانيون إلى درجة أن تكون أندر من الكبريت الأحمر. طيب خليه يشتغل وصحح له ما أخطأ فيه. يعني التناصح بقى، والتناصح بدل ما تفضحه يمكن أن ترسل إليه رسالة. مع أن الواقع الذي علمته بالتجربة مع هؤلاء أن احنا لو بسطنا القضايا اللي احنا متفقين فيها كبيرة نلاقيها 90%، أكثر من 90، خليها 90%. ومختلفين في 10% ليست في الأصول، إنما يسع فيها الخلاف. صحيح. يبقى 90% لا تجمعني بك و10% تفرقني عنك. والله هذا شيء عجيب. حوارات مهمة في نصح الأمة. قضية الكسل عن الحركة لطلب العلم، الكسل عن الحركة للدعوة إلى الله، الكسل عن الحركة للعبادة، الكسل عن الحركة للخدمة، خدمة المسلمين. كيف علاج هذه الآفة؟ والله طبعا أنا هتكلم على محور واحد مترتب على ما ذكرته آنفا من مسألة التطور في الالتزام. أي نعم. والشاب عندما يقبل على الالتزام ويقرأ مثلا في سير الصحابة أو التابعين أو العلماء الكبار، يحاول أن يقلدهم فيعجز، فيحاول مرة أخرى فيعجز فيسقط. إيه السبب في المسألة دي؟ هم ينظرون إلى النهايات، يحاول يقلد وليس عنده منة وليس عنده عزم، وبعدين مقصر في الواجبات، فيريد أن يفعل المستحبات كما فعل هؤلاء الرعيل فيسقط. فأنا عايز أقول له يربي على نفسه، لأن احنا بنقول من أهم عوامل الثبات طلب العلم، هذا نتفق عليه. فكيف يطلب العلم؟ لا شك ولا ريب أنه ينبغي على الطالب ابتداء أن يعرف شرف ما يطلبه. نعم. وفضل ما يطلبه، ليكون صاحب همة تتفق مع شرف المطلوب، ألا هو العلم الشرعي عن الله ورسوله. والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الطريق الأول المشافهة، انه يسمع من الشيخ مباشرة، بمعنى أن يجلس الطالب بين يدي شيخه أو معلمه. ومن جميل ما قال الشاطبي في هذا قال: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه ما لا يفتح به عليه دونه. الطريق الثاني إن لم يتيسر له هذا الطريق، وهذا وارد أيضا ونراه على أرض الواقع، الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاته. أخي لن تنال العلم إلا بستة. نعم. سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. جميل. فهو هذه الستة من تلبس بها يستطيع أن يحصل العلم. لكن أنا بعتقد أن الالتحاق بالمعاهد العلمية فيها نوع من إلزام الطالب بالمذاكرة، لأنه لو ترك خلوا من هذا مل. وإلا فالطالب الذي يعرف ماذا يطلب هذا لا يحتاج إلى معاهد. ليه؟ هدفه واضح، يريد أن يصل. إذا كان ذا جد وفتح عليه هو نفسه يلتحق بالمكتبة ويشتغل. لأن الأستاذ مهما كان جليلا لا يصير الطالب عالما،
ما لم يبذل الطالب من حشاشة نفسه في تحصيل كتب. حوارات مهمة في نصح الأمة.